مساء الفل عليكم. النهارده جايبين حد كويس وشاطر جدا في مجاله لكل اللي عايز يبتدي في مجال التمثيل. الاستاذ محمد سراج. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا اهلا. احكي لنا عن مسيرتك وعرفنا بيك. طبعا ابتديت في المدرسه. مثلت يعني في مسرح المدرسه، وبعدين اتنقلت بعد كده، دخلت كليه حقوق جامعه عين شمس، مثلت في فريق الكليه، وبعد كده دخلت بقى المسار اللي هو اي حد ممكن يتبعه، يعني هو الإجباري. مش اجباري يعني، بس هو الليجل يعني شرعي، يعني اللي هو بتاع دخلت المعهد العالي للفنون المسرحيه قسم تمثيل واخراج. بما انك ممثل، يعني تقدر تقول لنا ايه اكتر حاجه بتحبها في التمثيل، او بتلاقي نفسك ازاي في التمثيل؟ هو اكتر حاجه بتعجبني في التمثيل ان هو مش طريق واحد، يعني هو في اختلاف وفي تنوع وفي بتعمل فيه اكتر من مهاره، يعني انا مش بس بمثل، انا ممكن اول حاجه طبعا اختلاف الشخصيات، اللي انا ممكن اخش من شخصيه لشخصيه، والحاجات ده في حد ذاته يكسر الروتين ويكسر الملل، بس في نفس الوقت متعب. غير كده انا ممكن اعمل اكتر من حاجه فيه، يعني انا امثل، اغني، ارقص، اتنطط، اعمل مش عارف يعني، على حسب ما الشخصيه ده تنوع بقى فيه، ده اللي بيعجبني جدا. طب ده بيأثر على حضرتك نفسيا؟